في المدرسة وقفت الفتاة لأن الشخصية التاريخية التي كانت المعلمة تتحدث عنها كانت في الحقيقة جدتها التي تعيش معها في المنزل، لكن المعلمة كانت تتحدث عن شخصية تاريخية يعود تاريخها إلى قبل 10,000 عام، بينما الجدة لا يتجاوز عمرها 50. بعدها ركضت إلى المنزل وأخبرت حبيبها بما حدث وهي في منتصف الطريق. سارع الشاب بشرح القصة لها وقال إن هناك امرأة منذ زمن بعيد أجبرت على الزواج من رجل يكبر والدها سنا، وبعد أن علمت بذلك تركت منزل أهلها ولم تعد إليه أبدا. والدها ندم ندما شديدا على ما فعله، وكان يكتب لها رسائل يومية يعتذر فيها ويترجاها أن تعود، لكنها لم ترد عليه ولم تعرف أخبارها مرة أخرى. وفي النهاية مرض الأب من شدة الحزن وتوفي دون أن يرى ابنته مرة أخرى. هذه الرسائل التي كتبها ما زالت محفوظة في المتحف حتى اليوم. بعد سماع هذه القصة أسرعت الفتاة إلى المنزل وقررت أن تصطحب جدتها إلى المتحف على أمل أن تستعيد ذاكرتها من حياتها السابقة. وعندما وصلت الجدة إلى المتحف بدا عليها شعور وكأن المكان مألوف لها، وفجأة لاحظت الرسائل التي كتبها والدها إليها. امتلأت عيناها بالدموع، وفي تلك اللحظة انبعث ضوء أخضر من الملابس المعروضة أمامها.